الساحل المغربي قدر يدخل عيون المغاربه، واللي قدر يضيع خطط كبار المدربين بلمسه منه تغير مباراه وتقلب نتيجه. فبالموهبه ديالو قدر يحيد كبار المدافعين الهيبه ديالهم. حكيم زياش قاهر الاوروبيين، اكثر لاعب صنع للاهداف في تاريخ الدوري الهولندي، الفتى المشاغب اللي كان غيسالي المسيره الكرويه ديالو قبل ما يبدا بسبب الكارو والحشيش وفقدان الاب في سن صغير. فوراء كل لاعب عظيم قصه حزينه. فكيفاش دار ليها حكيم زياش؟ كيفاش قدر انه من مستعمل جميع انواع المخدرات الا تعطيه هولندا كاع داكشي اللي حل عليها فمه غير باش يلعب ليهم؟ حكيم زياش. انا كنبغي المغاربه وفرحان حيت انا هنا. ماذا قلت لكم يا المغاربة؟ ستنتصرون، ستعبرون، ستمرون، ستمررون الرسالة على أنكم أقوى فرق الجروب سي. واحد بلاش في مرمى جوزيف ولاكوت. أكاد وانظر، أكاد ورا، أكاد واستنسخ هدف ناجي جدو. القاضية قاتلة. 1-0 في 84، 1-0 في الوقت الحاسم. ضمنت لكم العبور والمرور. الموروكو ينتصر في البدايات والعبرة بالخواتيم. اول حاجه قبل ما نبداو ما كرهتكش تشترك عندي في القناه وتخلي لي شي تعليق زوين بحال، وما تنساش دوز عندي الانستغرام. ونبداو على بركه الله. 19 مارس 1993 تزاد حكيم زياش في مدينه درونتا الهولنديه من ابوين مغربيين، وبالضبط من مدينه تافوغالت اقليم بركان، واللي غيكون اصغر واحد في العائله. حكيم بدات موهبه ديالو في كره القدم في السن الخامسه من عمره، واللي كان كيطورها مع خوتو وولاد حومته في الدرب، الشيء اللي خلاه يدخل النادي ريال درونتا باش يزيد يطور من الموهبه ديالو. لكن في سنه 2003 توفى الاب ديالو محمد زياش، اللي ما كانش كيتجاوز 10 سنوات، الشيء اللي غيخليه يدخل في ازمه نفسيه كبيره. بعد الوفاه الاب العائله غاداو كتدهور بسبب الفقر، الشيء اللي غيخلي اخوه ديال حكيم يلتجئوا للسرقه باش يلقاو باش يعيشوا. لكن من بعد تشدوا جوج من خوت في الحبس، وهنا حكيم ما فهم والو. الاب مات، الخوت في الحبس، الام خدام، فقرر انه ينسى شويه هاد المشاكل وينتقل لنادي هيرينفا. لكن مازال ما خرج من هاد الضغوطات، الشيء اللي غيأثر عليه على المستوى الدراسي ديالو. في سن 16 سنه قرر يخرج من المدرسه ويعطي جهده كامل في كره القدم باش يعاون ميمته. ملي كتربح فرقته كيدبر على صريف وكيصيفط لمو. لكن هيهات، حكيم راسو قاصح وكيطير، ولا كيستعمل جميع انواع المخدرات باش ينسى دوك المشاكل. تدوز مع النادي سنتين وهما يجريو عليه بسبب المشاكل ديالو. كان ديما منوضه مع اللعابه والمدرب، شي لا يخلي حكيم يزيد يتأزم ويكون امام مستقبل مجهول. وربي ما كيسد عليك باب حتى كيحل لك بيبان. وحكيم تلقى مساعده من اللاعب المغربي عزيز دو الفقار، واللي عجباتو الموهبه حكيم زياش وقال هذا ليه شان كبير في المستقبل. فقدر يعاونو باش يلعب الفريق الاول لنادي هيرينف كاول خطوه نحو الاحتراف، ونجح فيها بحيث سجل 13 هدف في 46 مباراه. هادشي اللي غيخليه ينتقل لنادي تفينتي سنه 2014 وقدم اداء ممتاز في الموسم الاول. وفي الموسم الثاني النادي عين حكيم كقائد للفريق، وتألق حكيم زياش كقائد وكلاعب، شي اللي غيخلي بزاف د العيون على حكيم وبداو كيتخاطفوا عليه كبار الفرق. لكن اياكس امستردام قدرت تعاقد معه في سنه 2016 11 مليون دولار، وهنا رسميا حكيم قدر ينقذ عائلته من الفقر. وفي سنه 2020 علنا تشيلسي بشراء حكيم من اياكس ب 40 مليون يورو، وهنا حكيم غيطور التألق ديالو مع تشيلسي، حيث غتكون اول انطلاقه ليه في دوري ابطال اوروبا، وكان السبب في وصول تشيلسي للنصف النهائي بعد ما تخطاو كل من ريال مدريد واليوفي. وحكيم زياش حقق العديد من الجوائز الفرديه والجماعيه، فاز بدوري ابطال اوروبا سنه 2020 كثالث لاعب مغربي من بعد اشرف حكيمي ومنير الحدادي، وكأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للانديه، والعديد من الجوائز الجماعيه. اما الفرديه فهي افضل ممرر في الدوري الهولندي وتشكيله العام في الدوري الهولندي لعده سنوات، وجائزه هداف الموسم في اياكس. فحكيم زياش نوضوا عليه الحرب هولندا والمغرب باش يلعب في الصفوف ديالو. حكيم لعب لهولندا للفئه تحت 19 سنه و20 و21 سنه، وتم استدعاءه سنه 2015 للفريق الاول، وقالوا ليه اي حاجه بغيتي انا نعطيوها لي غير لعب لهولندا. وحكيم تلف وشد الارض وفكر مزيان. وفي 2015 حكيم اكد انه غيلعب للمنتخب المغربي، وكانت اول مباراه ليه مع المغرب ضد الساحل العاج يوم 9 اكتوبر من نفس السنه. وزياش ما تختارش ضمن التشكيله اللي شاركت في كاس الامم الافريقيه 2017، وهذا بسبب بعض الخلافات مع المدرب هيرفي رونالد. وحضر زياش في المباريات لتصفيات كاس العالم 2018، ومن بعد جا الناخب الوطني حليل وزيش، واللي حتى وقعوا ليه مشاكل مع
مع زياش وما داروش ضمن التشكيله حتى لهاد السنه بعد ما جاء المدرب الجديد راس لافوك وليد الركراكي. حل جميع الخلافات وقدر اللي رجع حكيم زياش ضمن تشكيله كاس العالم قطر 2022 واللي عطى زياش كل ما عنده باش يفرح جميع المغاربه في كاس العالم، حيت سجل الهدف الاول في كاس العالم ضد كندا وعنده دور كبير بتاهل المنتخب المغربي للنصف النهائي كاس العالم. فهنا غنكون وصلنا لاخر الحلقه، ما تنساش تابونا في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي لي في لي كومونتير شكون تبغي في الحلقه الجايه، وما تنساش دوز عندي الانستغرام. ونتمنوا المنتخب المغربي يزيد يكتب التاريخ وندوزو للنهائي.